رجل عربي في ألمانيا متهم باغتصاب بنته العمرها 10 سنين تم تبرئته اليوم من القضاء الألماني، تحديدا في شمال الراين في محكمة بيليفيلد. اسمعوا التفاصيل قبل ما تحكموا وبعدين علقوا شو ما بدكن. طبعا هذا المصدر للي بيحب يتأكد. هذا الزلمة كان في مشاكل بينه وبين مرته هون بألمانيا. على أولى شافت على جهازه الموبايل صور إباحية لأطفال، فخافت على بنتها وراحت اشتكت للشرطة وقالت لهم هذا الزلمة مغتصب بنته العمرها 10 سنين. بيقوموا بيحبسوا لهذا الزلمة اللي عمره 34 سنة الأب سنة كاملة بالحبس الاحترازي. لحتى اليوم بيبرئوه لأنه القاضي اكتشف أنه الروايات متناقضة بين كلام الأم وكلام البنت. هلأ السؤال اللي بيطرح نفسه يا أخواتي، هل يجوز إنسانيا أو هل يجوز من الله هيك تهمة لهيك أب؟ فضيحة وسنة كاملة بالسجن وآخر شيء يتبرأ. بغض النظر عن المشاكل العائلية بينك وبينه، الكلام موجه للأم أو لأي سيدة بتتهم جوزها هيك تهمة. هل هذا الظلم بصير؟ شو رأيكم أنتم؟ اكتبوا لي بالتعليقات. للمزيد من الأخبار أصدقائي اشتركوا بالقناة.